لما تروح لدكتور، هل ينفع لو قال لك والله يا استاذ فلان او يا استاذه فلانه انت عندك بعد الشر عنكم يعني سكر مثلا، تقول له لا يا دكتور انا شايف ان عندي دور برد، مش طبيعي ومش منطقي ابقى قايل لك على كل المشاكل اللي عندك بعد كميه بحث ومقارنه وتحليل حاله وتعب انا والناس اللي شغاله معايا، وما تسمعش كلامي خالص وتمشي ورا افكارك فتلبس والله فلان هو اللي لبسني. يا جماعه الاستشارات التسويقيه والاداريه ده بيزنس كبير وصعب ومليان تحديات، وانك تحدد تشخيص معين للمشكله اللي بتواجه عميلك في البيزنس بتاعه صدقوني مش حاجه سهله وامانه كبيره ومحتاجه وقت، واحيانا بتكون المشكله في البيزنس عقليه صاحب البيزنس نفسه. فلو بعد شويه عن البيزنس بتاعه وجاب ناس كويسه وكفاءه يديروا البيزنس بتاعه، ويحاول ما يدخلش قدر الامكان ويراقب بس النتائج والطرق بشفافيه وبدون تخوين، هتلاقي من 90% من البيزنس اللي بيفشل كل سنه حوالي من 40 ل 50% نجحوا، ونسبه البيزنس الفاشل قلت جدا. فلو سمحتوا اتعلموا بيزنس يا جماعه قبل ما تفتحوا بيزنس، والبيزنس لا يدار بالعواطف او بالموت، البيزنس بيدار بالارقام والنتائج والتحليل العقلي فقط بدون تحيز. شكرا.